أوبك تقرر رفع الإنتاج بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا، وأسعار النفط تواصل التهاوي. وزيرة التربية الوطنية تعلن عن فتح 5000 منصب مالي لتوظيف مشرفين التربويين. تعليمة جديدة للحكومة بمنع تنظيم أي نشاط سياسي بالحرم الجامعي. وفي الثقافة انطلاق مهرجان الفيلم المتوسطي بعنابة بعد 30 سنة من الغياب. مشاهدينا السلام عليكم، أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الأخبار. أفادت مصادر من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن الدول الأعضاء اتفقت على رفع سقف الإنتاج إلى 31.5 مليون برميل يوميا، بزيادة 1.5 مليون برميل مقارنة بالسقف المعمول به سابقا. وحسب وكالة رويترز فإن القرار الجديد حاز على موافقة أغلبية أعضاء المنظمة خلال الاجتماع الرسمي المنعقد اليوم في فيينا، ولم يتضح على الفور ما إذا كان السقف الجديد يشمل إندونيسيا العائدة إلى عضوية المنظمة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نربط الاتصال الهاتفي مباشرة مع الخبير الطاقوي مهما بوزيان. سيدي أهلا بك، حدثنا أولا عن خلفيات هذا القرار وآثاره. بداية شكرا لكم، وينبغي أن ننبه أن هذا القرار الذي اتخذ في هذا الاجتماع بالنسبة لأوبك كان قرارا منتظرا، لأن كل الخبراء والمتتبعون كانوا يعلمون بأن المسار الذي سارت عليه الاجتماعات السابقة، خاصة ما عرف باجتماع الأوبك غير رسمي في نهاية نوفمبر، وافترق الأعضاء على غير رأي، لأنه بداية هناك استراتيجية متبعة لدى أغلبية أو ما يعرف بكبار المنتجين في الأوبك، أو ما نسميهم بمجموعة كارتل الخليج الذين تقودهم السعودية، والذين يراهنون على الحصص. فهم قد اتبعوا استراتيجية أنهم يدافعون عن حصصهم وحصص المجموعة في النمط الإنتاج العالمي للنفط، ولذلك أنهم يبررون هذا الخيار بأنه مهما تراجعت الأسعار فالأجدى بهم أن يحافظوا على حصتهم في السوق مقابل كبار المنتجين خارج الأوبك على غرار روسيا وبقية المنتجين الآخرين، لأن المعلوم الآن أن الأوبك تنتج ما يقارب 40%، ولذلك فأي تراجع أو في الإنتاج بالنسبة لهم هو فتح مجال لبقية الأعضاء الآخرين خارج الأوبك بغية الاستحواذ على حصص السوق، ولذلك هم راهنوا على أن يكون هناك توافق كلي بين كل المنتجين للنفط داخل وخارج الأوبك بغية التقليص في الإنتاج وعدم الوصول إلى أي توافق سواء داخل سواء خارج الأوبك. هذا لا ينعكس لا ينبغي أن يمثل سياسة بالنسبة لمنظمة الأوبك. نعم سيدي، ربما فقط توقعاتكم حول آثار هذا القرار على أسعار النفط. ربما البعض يتحدث الآن عن تهاوي ربما نسبي في أسعار النفط ببعض السنتات. ما هو توقعاتكم لتأثير هذا القرار على أسعار النفط في الوقت الحالي؟ لعل التوقع الكلي أن أسعار النفط لن تشهد تعافي حتى خلال غضون السنة المقبلة 2019. لأنه لعل السعر العادل الذي يطالب به الجميع كمستهلكين ومنتجين هو $80 للبرميل، وهو الرأي الذي تشاطر الجزائر. لكن الأمر الأسوأ الذي نتخوف من وقوعه أن تتهاوى الأسعار أكثر وأن تنزل على مستوى $30 للبرميل. ولعل هذا الرأي أن دول الخليج خاصة السعودية أنهم مستعدين
ينبعثون للذهاب إلى هذا الخيار، لأنهم يستندون إلى القوة الأساسية التي يتمتعون بها، وأن سعر تكلفة إنتاج بالنسبة لآبار النفط في منطقة الخليج تتراوح بين 8 و 12 دولار، ولذلك حتى وصول بريل النفط إلى 20 دولار سوف يكون بالنسبة لهم سوف يكون في صالحهم، لأنه أول شيء لن ينزل على عتبة التكاليف بالنسبة إليهم، وسوف يدفع الكثير من الدول خاصة دول بحر الشمال وأمريكا الشمالية إلى التوقف الكلي عن الإنتاج، لأنه في حال ما نزلت الأسعار على 35 دولار فإن الكثير من الآبار خاصة في أمريكا الشمالية وبحر الشمال سوف تتوقف الإنتاج، وهذا ما يراهن عليه كارت الخليج هو دفع بقية المنتجين. في مثل هذه الحالة سيدي، عفوا، في مثل هذه الحالة كيف تتوقعون التأثير المباشر لهذا التهاوي المنتظر على الجزائر المعتمدة بشكل كلي على العائدات البترولية؟ حقيقة نحن الآن نشهد آثار تراجع سعر البريل بالنسبة على الاقتصاد الجزائري. نعم. ولعل الآن النقاش الدائر حول ما تم إقراره في ميزانية 2016 نعم. من إجراءات قاسية على الاقتصاد الجزائري، سوف في حالة ما أنه نزل البريل أكثر فإن الحكومة الجزائرية ستجد نفسها أمام وضعية صعبة جدا، لأنه نزول البريل أكثر من 40 دولار سوف يسبب مصاعب إضافية للاقتصاد الجزائري. ولعل هذا الوضع ليس وضع الجزائر فقط، إنما هو وضع العديد من دول منتجة للنفط، ولذلك الآن كل الدول بما فيها دول الخليج الآن أنها سارعت إلى إقرار إجراءات ما يسمى بالتنويع الاقتصادي وإجراءات في ترشيد الاستهلاك والرفع الدعم عن الكثير من المواد خاصة الوقود. ولعل ما قامت به الجزائر في إطار قانون المالية ليس استثناء، إنما ينعكس خاصة إذا طلعنا كل الإجراءات الآن التي بشرتها الدول نجد أن لا أحد مستثنى من الإجراءات القاسية فيما يخص اقتصادها. في ظل حديثك عن هذا التوافق ربما داخل منظمة الأوبك، ألا تتوقعون تحركات هامشية مثل المفاوضات الأخيرة التي باشرتها الجزائر، فنزويلا وإيران ربما بشكل ربما محدود حول يعني تحرك خارج منظمة الأوبك لمواجهة هذا الرفع في الإنتاج والتهاوي في أسعار النفط؟ أعتقد أنه هذه المبادرة نعم. تحدثنا عليها مرارا، ونحن دعونا حقيقة أن يمضي السياسيون ومقرري السياسة في الجزائر إلى العمل المكثف خارج منظمة الأوباب، لأنه بالنسبة لي في رأيي المتواضع أنه الآن منظمة الأوباب أصبحت رهينة في كارت الخليج خاصة السعودية، والرهانات واضحة الآن لا نعم. مجال لمناقشة الرهانات التي تعتمد السعودية وأهدافها المتوسطة. هل هناك إمكانية ربما لنجاح مسعى مثل هذا؟ حقيقة هناك العديد من المؤشرات التي أوحت سابقا بإمكانية نجاح هذا المسعى، خاصة في عهد الوزير السابق يوسف يوسفي، أنه تم التوصل مع العديد من الدول سواء فنزويلا أو قازاخستان أو حتى روسيا ونيجيريا والمكسيك إلى إمكانية حقيقة التوافق خارج الأوباب، وهذا التوافق الذي سوف يدفع منظمة الأوباب حقيقة إلى الجلوس مع هذه المجموعة والتوافق حول السعر العادل الذي تدافع عن الجزائر وهو 80 دولار للباريل. كذلك أؤكد أنه الآن حتى مسعى الجزائر فيما يخص منتدى الغاز هذا أيضا إجراء ومسعى مهم جدا بالنسبة لبلدنا وبالنسبة للمجموعة المتواجدة فيها إيران والجزائر وروسيا. الخبير التقوي مهما بوزيان، كنت معنا في هذا الاتصال الهاتفي المباشر، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. سنعود بالتفصيل بالطبع إلى هذا الموضوع الجد هام بسبب قرار أوبك برفع الإنتاج في مقابل تهاوي الأسعار. في موضوع آخر الآن، أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عن فتح حوالي 5000 منصب مالي لتوظيف مشرفين تربويين حائزين على شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، وكذا الحاملين لشهادة تقني سامي من خريجي معاهد التكوين المهني. بن غبريت أضافت خلال زيارة فجائية أجرتها بمركز المسابقات لتوظيف مشرفي التربية بمتوسطة عيسات إيدير بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة، أضافت أن عملية التوظيف تهدف لضمان مراقبة النظام والانضباط داخل المؤسسة التعليمية.
في شأن آخر، يطرح بعض الخبراء نقائص وعيوب يؤكدون أنها ستكون مخيبة لآمال المكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي المعروف اختصارا بالLPP، حيث تتباين المواصفات المعمارية والعمرانية لأحياء الترقوي العمومي التي شرع في اختيارها بين بعض الميزات الجمالية والفنية وكذا مواقعها ونقص المرافق فيها. سكنات الترقوي العمومي أو ما يسمى بالPP احتوت على أكثر من 20 موقعاً في مختلف البلديات من الجزائر العاصمة، منها السويدانية، باش جراح، عين البنيان، برج الكيفان، برج البحر، عين طاية، رغاية، سطوالي، ولاد فايد، ترويبة وزيرالدا. كلها كانت تحت تصرف المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني لاختيار السكنات التي تناسب وضعيتهم. سكنات الترقوي العمومي الموجهة للمواطنين الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 6 مرات و12 مرة الحد الأدنى للأجر الوطني، والذي يفترض أن تتربع على أحسن المناطق بالعاصمة وأن توفر بجانبها العديد من المرافق. فهل تتوفر هذه المواقع على ضروريات تسهل على المستفيد العيش؟ يتساءل بعض المكتتبين. معظم المواقع في العاصمة نقاط قوتها شملت توفرها على وسائل النقل بمختلف أنواعه، حتى أن البعض منها استوفى على أهم وسائل النقل الحديثة كخط الترامواي والمترو، بالإضافة إلى المرافق بمختلف أنواعه وتوفر قاعات الرياضة والمدارس والكليات. كما أن العديد من المواقع لديها ميزة القرب من الشواطئ والغابات، ليجد بذلك المستفيد مساحات للراحة والترفيه غير بعيد عن سكنه. ومن بين ميزات معظم المواقع أنها تتوفر على مراكز للأعمال وفنادق، بالإضافة إلى أن معظمها يربط بالطريق السريع وبالقرب من الجزائر العاصمة. ميزات هذه المواقع والتي تتناسب ومتطلبات المستفيدين ليست خالية من بعض النقائص التي تجعل منها أماكن لا تتلائم وشروط هذا النوع من السكنات. فالبعض من المواقع يبعد أكثر من 30 كيلومتر عن العاصمة، بالإضافة إلى انعدام وسائل النقل بها وبمختلف أنواعه، ناهيك عن أن الكثير من المواقع أنجزت بمناطق شعبية تعمها الزحمة وتدبدب في حركة السير. ولم يقتصر الوضع عند ذلك فقط، بل تعداه إلى نقص حاد في أماكن الترفيه. هي إذن نقاط قوة وضعف مواقع سكنات الترقوي العمومي التي كبدت المستفيدين عناء الدفع مقابل الحصول على أحسن المناطق بالعاصمة. فهل سيكون المستفيد راضيا عن مسكنه وموقعه أم أنه سيكون مخيبا لآماله؟ أمنيا الآن، ارتفع عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم خلال عمليات التمشيط التي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي في 29 نوفمبر المنصرم، والتي لا تزال متواصلة إلى حد الآن، ارتفعت إلى 7 إرهابيين. وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني بأن مفرزة للجيش تابعة للقطاع العملياتي بتيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى قد قضت صباح أمس على إرهابيين آخرين، واسترجعت مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة. كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عن تهريب ما قيمته 3 ملايير دولار سنويا عبر الحدود الجزائرية، مؤكدا أن الحكومة عازمة على اتخاذ تدابير قانونية وعملية لمواجهة هذه الظاهرة. بدوي حذر من أن الإرهاب الدولي صار يتغذى من عمليات التهريب. إجراءات استعجالية ستتخذ في الأسابيع المقبلة لمكافحة ظاهرة تهريب التي بلغت مرحلة وصفها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بالخطيرة، مما يستدعي إعادة النظر في قوانين المكافحة. ونحن سوف نقترح الحكومة باسم هذه اللجنة الولائية لمكافحة التهريب والمخدرات اقتراحات لتقدموا لي بها الإخوة، وأنا متيقن بأننا سوف تصادق عليها الحكومة، لأن فيه اختلالات بين الواقع وبين القوانين اللي احنا نعمل بها اليوم. وزير الداخلية الذي أشرف على افتتاح مقر جديد لشرطة الحدود بمغنية في ولاية تلمسان أين عرضت حصيلة عمليات التهريب، أكد أن الجزائر عازمة على تفعيل كل الوسائل التقنية والتكنولوجية للمكافحة والتصدي.
nous allons avoir إن شاء الله la carte magnétique une carte magnétique pour réguler الحكاية هذه نتاع لو كاربيرو. ونفكر كذلك على أن حتى بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية سوف تستعمل لمكافحة مثل هذه الآفات. هذه 3 ملايير دولار اللي راهم يروحوا لنا شرقا وغربا هما أساسا موجهين لهذه الفئات. ما يهرب اليوم، تهرب هذه المواد المدعمة. التهريب إذن ظاهرة من أكثر الظواهر تهديدا للاقتصاد والأمن الوطني لارتباطه بالإرهاب وتمويله، ما يفرض تضافر الجهود بين كل الأسلاك الأمنية والمجتمع المدني. أعطت الحكومة تعليمات تقضي بمنع إقامة نشاطات للأحزاب السياسية مهما كان نوعها داخل الحرم الجامعي. التعليمات جاءت عقب مناقشة نواب البرلمان لمشروع قانون المالية 2016 والأحداث التي صاحبت جلسة التصويت، ما يعكس تخوف الحكومة من أي استغلال سياسي للوضع، خاصة بعد موجة التراشق اللفظي بين قادة أحزاب المعارضة والموالاة. يعود الحديث عن مستوى الأداء السياسي للتشكيلات الناشطة والممثلة في الهيئات الرسمية أو تلك الفاعلة في المنابر الإعلامية كظواهر صوتية من خلال تحليل مستوى الخطاب المسوق له مؤخرا وقياس درجة عمقه المستقر أساسا على النقد وسرد عيوب الطرف الآخر في جدل لا يعكس الاستقراء الحقيقي والواقعي لما يرغبه المواطن في المقابل. أحزاب منشغلة بإدارة معارك افتراضية ضد بعضها بعضا، والزيادات المرتقبة بدأت تنهش من جيب المواطن وتعضه عضا في مشهد من لعبة التفنن في اختيار الأوصاف وتنويع الألقاب بين قادة الأحزاب من جهة، وترقيع قطعة القماش التي سترت حال البسطاء عقودا من الزمن بإجراءات حكومية وخطابات حزبية جافة من الحلول الواقعية التي عجزت عن رسمها سياسات الجهاز التنفيذي طيلة سنوات مضت. اعتراف السلطة بأن من بين الأسباب التي أدت إلى دخول منطقة الخطر الاقتصادي هو انتباهها الزائد لما تقوله المعارضة، واستمرار هذه الأخيرة في اختيار ألوان متشائمة اجتهادا في كسب تأييد المواطن ضد الموالاة، لم يزد المتخوفين من مستقبل الجدل السياسي ومؤشرات النمو الاقتصادي وما يحيط بهما من تهديدات أمنية إلا مسكا للبطون والخوض في معركة ثالثة عنوانها إبراق رسائل التعقل لكل طرف مسؤول وتنبيه الألسن اللائكة لهموم البسطاء بطريقة التنابز أو التغامز، بألا وقت للحديث بقدر ما هو للعمل بجدية الفلاح المغتنم للحظة سقوط المطر. إلى الحدث الثقافي الآن الذي تعيشه الجزائر، أين انطلقت عشية أمس فعالية مهرجان المتوسطي للفيلم بالمسرح الجهوي لعنابة بحضور أبرز وجوه السينما الجزائرية والعالمية. المنظمون أفرجوا كذلك عن برنامج العروض القيمة لأفلام عدة مشاركة في هذا المهرجان. المزيد من التفاصيل في تقرير مفدنا لتغطية الحدث بعنابة الزميل سفيان عديلة. ها هو مهرجان الفيلم المتوسطي يحل في عنابة بعد غياب دام 18 سنة ليجمع عمالقة السينما الدولية والعربية والجزائرية على هذا البساط الأحمر في طبعة جديدة. وفينا بالالتزام تجاه سكان هذه المدينة، وأن المهرجان هذه الطبعة الأولى من المهرجان عقدت في التوقيت الذي تم إعلانه بحضور متنوع ومتميز وبمشاركة نعتبرها كفيلة بإنجاح هذه الطبعة. أعمال سينمائية عديدة ستتنافس طيلة 7 أيام من هذا المهرجان الذي سيشارك فيه العديد من المخرجين العالميين والجزائريين ليعيد صباغة الفكرة إلى صورة والصورة إلى متعة.
أكيد أنا سعيدة جدا وبتشرف بوجودي بمهرجان عناب للفيلم المتوسطي. سعيدة كمان أنه في غياب 30 سنة مدة طويلة كتير، فأكيد القرار للرجوع هو قرار كتير مهم وذكي وجيد من القائمين على المهرجان، لأنه مدينة متوسطية جميلة لها طابع خاص، لها تاريخ عريق، فلازم تكون حاضرة، والسينما هي ممكن تكون قادرة أكثر من غيرها أن تنقل هيك واقع جميل. أنا كثير متفائلة بالمهرجان وسعيدة بالشيء اللي عم يصير. Le retour mais en festival, parce qu'entre rencontre et festival, il y a une grande différence. Un festival, c'est une compétition officielle. C'est des sections, c'est des prix d'interprétation féminine et masculine, c'est des prix par exemple de la critique, prix du public, etc. Des rencontres, on faisait beaucoup plus de rencontres. هذا إعادة هذا المهرجان وراه في يد آمنة، لأن محافظ المهرجان ناقد سينمائي ومخرج عنده تجربة، هذا شيء يبعث للتفاؤل. أسماء عديدة خدمت الفن السابع لا يمكن نسيانهم، يتذكرهم اليوم هذا المهرجان الذي يجمع سينما البحر الأبيض المتوسط في لحظة يمتزج فيها التنوع بالجمال. إلى أخبارنا الدولية، قتل ما لا يقل عن 18 شخصا في هجوم باستخدام القنابل الحارقة المولوتوف على مطعم وحانة في منطقة العجوزة في مصر. وأفادت وكالة إعلام عالمية بأن المهاجمين لاذوا بالفرار، حيث تقوم الشرطة بعملية تمشيط واسعة للمنطقة في الوقت الراهن بحثا عنهم، مشيرة إلى أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق ضخم في هذا المطعم المستهدف. في خبر ورد اللحظة، أظهرت وثيقة رئاسية فرنسية نقلتها وكالة الأنباء العالمية رويترز أن الطيران الفرنسي نفذ طلعتين استطلاعيتين فوق أجواء ليبيا في المناطق التي تخضع لتنظيم ما يسمى داعش، وأنها أعلنت أنها تعتزم تنفيذ المزيد من هذه الطلعات، ربما في تحضير لضربات فرنسية محتملة على التنظيم في ليبيا. إلى ذلك أعلنت السلطات التونسية إغلاق مطار قرطاج الدولي أمام الرحلات القادمة من ليبيا ابتداء من 5 ديسمبر الجاري، فيما ستقتصر الرحلات الليبية على مطار صفاقس فقط. يأتي القرار التونسي بعد أيام قليلة من إغلاق الحدود البرية مع ليبيا لمدة 15 يوما بعد هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف حافلة لحرس الأمن الرئاسي أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل. إلى أخبار الرياضة الآن، وفي رياضة الجودو تعرف المصارعون الجزائريون على منافسيهم في منافسات الجائزة الكبرى التي تنطلق مساء اليوم باليابان. وأسفرت القرعة التي جرت اليوم بطوكيو عن منازلة قوية بين هود زرداني والكازاخستاني سماغيلوف، بينما سيكون عبد الرحمن بن عمادي في مواجهة الياباني يوشيدا يوهي، كما سيواجه إلياس بويعقوب التونسي أنيس بن خالد، في حين أوقعت القرعة المصارعة كوثر وعلال أمام الإسبانية مارتا ميرينو وزميلتها سونيا صلاح مع اليابانية سارا كومباترا. يطمح المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 عاما يوم غد السبت إلى الالتحاق بمنتخب نيجيريا واقتطاع تأشيرة المربع الذهبي من منافسة كأس إفريقيا الجارية وقائعها بالسنغال، وتجنب الدخول في أي حسابات قد ترهن حظوظه في العبور. الفوز لا غير سيدخل صغار المحاربين مواجهة نيجيريا التي ستمنحهم بطاقة العبور للمربع الذهبي لكان السنغال. أجبل الناخب الوطني بيير أندري شورمان إذا أرادوا التأهل دون الدخول في دوامة الحسابات ما عليهم سوى تحقيق الانتصار، فبالنظر في حسابات التأهل في مجموعة الخضر فوز الجزائر على نيجيريا بأي نتيجة يؤهل رفاق زندين فرحات بغض النظر عن نتيجة المنتخب المصري ضد مالي. أما في حال تعادل المنتخب الوطني مع نيجيريا بأي نتيجة وعدم فوز مصر على مالي تتأهل الجزائر مباشرة. التعادل السلبي وفوز مصر على
مالي بأي نتيجة يقصي الجزائر ويؤهل مصر ونيجيريا. أما التعادل الإيجابي بهدف لهدف وفوز مصر على مالي بأي نتيجة يقصي الجزائر ويؤهل مصر ونيجيريا. والتعادل بهدفين لهدف وفوز مصر على مالي بفارق هدف يؤهل الجزائر، في حين أن التعادل مع نيجيريا بهدفين لهدف وفوز مصر على مالي بهدفين دون رد يعني تساوي مصر والجزائر في كل شيء. هنا يتم الاحتكام إلى البطاقات الصفراء أو الحمراء، وفي حالة تساوي يتم اللجوء إلى القرعة. خسارة الخضر أمام نيجيريا وعدم فوز مصر أمام مالي يؤهل الجزائر. هي حسابات معقدة يمكن للمنتخب الوطني أن يتفاداها بتحقيق انتصار مرادف للتأهل ولما لا العبور لنهائي المنافسة، ومن ثم التأهل للألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2016. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة. نشكر لكم حسن الإصغاء وطيب المتابعة. لا تذهبوا بعيدا، الزميل محمد العلامة يأتيكم بعد قليل في عرض إخباري رياضي 100%. متابعة طيبة، السلام عليكم.